السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من فيلسوف الكورة. النهاردة معانا حلقة جامدة جدا، كلها اخبار، كلها تصريحات، كلها حاجات جامدة جدا. قبل ما نبدأ الحلقة عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك، واستناني لآخر الفيديو عشان معانا موضوع جامد جدا بخصوص صلاح وانتقاله لنادي الاتحاد السعودي. خبر مفاجأة هقول لك بس بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني يا جماعة. أول خبر معانا هو مفاوضات ما بين نادي الأهلي وما بين أحمد حجازي بعد تعرضه للمرة الثالثة لقطع في الرباط الصليبي. تعال بس نشوف كده الأول مين هو أحمد حجازي، وأساسا يعني بدايته كانت فين. أحمد حجازي بدايته كانت هو من مواليد الإسماعيلية سنة 91، ولعب في الناشئين لحد سنة 2008 2009. دي من أول من بعدها بدأ يطلع بقى منتخب تحت 20 سنة وقدم أداء رائع. من بعدها خدوا نادي فيورنتينا بمبلغ رهيب وقتها. احنا بنتكلم في 2012 2013، كان ساعتها مفيش مبالغ دي. خدوا بمليون ونص دولار. تمام، مليون ونص دولار. تمام، راح لعب مع فرنتينا، قعد شويه كده على الدكه وبتاع، بس اول مباراه لعبها اساسي جاب فيها جول وقدم اداء رائع. تمام، اتصعد طبعا الكلام ده. بس بقى ايه؟ لان المصائب لا تاتي فرادى. يصاب احمد حجازي وللمره الاولى بقطع في الرباط الصليبي، ويغيب 6 شهور عن الملاعب. يرجع تاني، يروح جايله رباط صليبي تاني بعدها على طول. غيبه 8 شهور لحد ما الموسم خلص. تمام، بس الموسم اللي بعده طبعا نادي فرونتينا محبش يلعبه وكده، هو مش عارف مستواه ايه بعد 2 قطع في الرباط الصليبي. راح وداه اعاره لنادي بروش. نادي بروش بعدها لعب معاهم موسم كويس، ما لعبش فيه كتير، بس بعد الرجوع لفرونتينا فسخوا عقده طبعا، ورجع تاني على مصر بس من بوابة المارد الأحمر نادي الأهلي. لعب مع النادي الأهلي وتألق طبعا. احنا عارفين كل المساهمات اللي أحمد حجازي عملها وحضرناها كلنا من على بوابة النادي الأهلي طبعا. بعديها نادي بروميتش الإنجليزي يفتح باب اتصالات مع النادي الأهلي وياخد اللعيب على إعارة بنية البيع. تمام، إعارة بنية البيع. بس ساعتها كان النادي الاهلي يعني عنده كوادر، كان عنده لعيبه جامده جدا. فاكرين انتوا ايام عبد الله السعيد وحسام غالي؟ لعيبه كتير. لعب مع بروميتش 42 مباراه. شوف بقى، كانوا معتمدين على احمد حجازي اعتماد كلي. 42 مباراه، ده بالعلم ان الموسم كله بتاع بروميتش لعبوا 43 مباراه. يعني شوف كميه الاعتماد اللي كانت على احمد حجازي. تمام، بس برضه عشان يكمل الحزن يهبط النادي لدوري الدرجة الثانية شيب. تمام، و... ويفعل بند الشراء اللي كان ساعتها ب5 مليون يورو. طبعا احنا ما بنسمع، كناش نسمع الارقام دي خالص، 5 مليون يورو. تمام، ويلعب معاهم الموسم اللي بعده لحد ما يصعدوا للدوري الانجليزي مرة تاني. تمام، للبريمير ليج، ويفاوضوا نادي الاتحاد السعودي ويدفع 4.5 مليون يورو. يعني كده هو واقف على نادي بروميتش بخساره. بس لا، خساره ايه؟ ده وقعوا للشامبيونشيب. ويعني ساعتها في الموسم كله تقريبا مستقبلين 15 جون. في موسم كامل تستقبل 15 جون، ده انت بالنسبه لك كده ده صخره في الدفاع، ما بيعديش. فيش الكلام ده خالص. تمام، دلوقتي احنا سمعنا ان في اتصالات. ده كده تاريخ احمد حجازي. بس هو دلوقتي كمان مع الاتحاد السعودي اصيب بالرباط الصليبي للمره الثالثه، فالنادي ممكن يفسخ عقده. فهل انت عايز تجيب احمد حجازي مستعد لده وتخليه احمد حجازي محمد عبد المنعم قلبي الدفاع
للمنتخب الوطني، يبقى عندك في الاهلي حاجه. وطبعا انت عندك هنا محمد هاني واكرم توفيق برضه منتخب مصر، فانت يعتبر منتخب مصر كله الاهلي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وطبعا يعني من بعد ما احمد حجازي راح الاتحاد، عشقته جماهير نادي الاتحاد السعودي. تقريبا كان جماهير الاتحاد، حتى لو جماهير اي فريق تاني، بيعشقوا حاجه اسمها احمد حجازي. ما يعرفوا، بص هو ثروه عندهم، كان ما حدش بيعرف يلمسه. تمام. دلوقتي عايزين نعرف بقى رايك انت، ايه رايك في موضوع احمد حجازي؟ هل موضوع الاصابه ده هيخليه يرجع بفورمه سيئه، ولا هيبقى زي الاثنين الارباط الصليبي اللي فاتوا وهيرجع ويستعيد مستواه تاني؟ عايز رايك في الكومنتات. نخش على الموضوع اللي بعده، اعاره القندوسي وتفاصيل البيع. هتقول لي بيع؟ هو ممكن قندوسي خلاص ما يرجعش تاني؟ هقول لك لا، هيرجع. ليه؟ هقول لك انا. دلوقتي قندوسي خلاص تاكد ان هو في اعاره، بس لسه يعني هيحددوا اسم الفريق، ولسه يعني ايه عرضوها للاعاره. تمام. النادي الاهلي عمل تركايه جامده جدا تخلي القندوسي بنفسه هو اللي يرجع نفسه لمستواه. عملوا ايه بقى؟ قالوا للقندوسي ان 50% من مبلغ اعارتك اللي هيجي للنادي الاهلي كله بتاعك، بس بشرط ان احنا نرجعك تاني لو لقيناك كويس. فكده القندوسي شايف ان هو هياخد 50% من مبلغ اعارته، وهيبقى مثلا لو مليون دولار، عشان هو ممكن يعار الى تقريبا الجزيره السعودي، قصدي الجزيره الاماراتي، حاجه مش عارف التعاون السعودي، حاجه شبه كده. ف كده هو هياخد لو 50%، يعني نص مليون دولار، ده غير راتبه اللي هياخده هناك، كل الكلام ده. تمام. طيب دلوقتي انا لو مكان القندوسي هبقى عايز ايه؟ عايز اثبت نفسي، وعايز اجري بكل نقطه عرق ليا في الملعب عشان اثبت نفسي، اخلي النادي الاهلي يرجعني تاني ويبقى ارجع مستواي تاني، عشان اخد المبالغ دي، وكمان اضمن ان انا في نادي زي النادي الاهلي. تمام. ده كده موضوع القندوسي. مفاوضات مع خامة بليات. حلوه القافيه دي، مفاوضات مع خامة بليات. تمام. الزمالك بعد 6 سنين، الزمالك كان بيفاوض خامة بليات ده تقريبا من 2018 تقريبا، او من 2017. دلوقتي هو اللعيب فري، بس هو كبير في السن، عنده تقريبا 34 35 سنه. طيب هل انت هتجيب، طب على الاقل كريستيانو لما راح السعوديه وعنده 37 سنه، بس ده كريستيانو، انت هتجيب خامه باليد ده تعمل بيه ايه بقى؟ هيبقى صفقه فيستك زي سامسون كده. هديك شفت سامسون اكنيول، بنشربه اللبن بالليل وينام، ما بنعملش حاجه. هو ايه؟ ما بيعملش حاجه غير ان هو ايه، ماشي حبيبي وبتاع ايه، بياخد الفلوس يروح ياخد مصروفه ويروح يلعب مع اصحابه ويرجع ينام، ما بيعملش حاجه في الملعب. تمام. دلوقتي رجعت المفاوضات تاني مع نادي الزمالك، من نادي الزمالك الى خامة بليات. طب وبعدين؟ طب مين بقى اللي بيفاوضه؟ وده اللي يودينا للموضوع اللي بعده، وهو استقالة جميع كوادر نادي الزمالك. كابتن جمال عبد الحميد، كابتن احمد مرتضى منصور اللي لسه متعين من يومين، كله استقالة. مجلس ادارة نادي الزمالك كله استقال. ودي بصراحة يعني خطوة اتأخرت كتير. احنا كنا مستنيين الخبر ده بقالنا كتير قوي. فين يا جماعة الموضوع ده من زمان؟ احنا عايزين الدنيا تفوق كده. بس مين بقى اللي هيتعين؟ ربنا يستر. ووصلنا دلوقتي بقى، ده يوصلنا لاخر موضوع في الحلقه، واهم موضوع في الحلقه. وانا شايفك على فكره انت لسه ما عملتش لايك، صح؟ انزل يا عم اعمل لايك، يعني اعمل لايك كده وسبسكرايب، فعل زر الجرس، اكتب لي كومنت حلو، يعني شجعني كده. تمام. ده يودينا للموضوع اللي بعده، وهي خطوات صلاح الاخيره والرتوش الاخيره لنادي الاتحاد السعودي. وده اللي انا ما كنتش اتمناه ان انا اطلع اقوله ابدا. نادي محمد صلاح لما اتسال قال ان هو قادر ان هو في اخر الاسبوع ده او في بدايه الاسبوع الجاي يجي ويعمل الكشف الطبي والتحاليل اللازمه وكل حاجه
لقدوم من نادي الاتحاد السعودي. تمام. طب تفاصيل عقده كانت هتبقى ايه لحد دلوقتي كده؟ الناس قالت 180 مليون. يعني يا عم انت بعد ما يعني نيمار واخد 200 وكريستيانو واخد 220 ومش عارف مين واخد 200، يا عم انت تيجي 180 يا صلاح؟ يعني هتسيب اوروبا ويعني تقيله على قلبي وقلت ماشي، لكن كمان هتروح رايح ب 180 فيها صلاح؟ عن الدنيا كده صلاح، خليك ب 210 بتاع، ما اديك شايف نيمار. تمام. ايه تاني؟ خلاص كده الحلقه خلصت. يعني لو عجبتك الحلقه تنساش تعمل اللايك، سبسكرايب، تفعل زر الجرس، تكتب لي كومنت حلو، شير. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.